كابتن عبد الله مختلف عن الاخرين. ايه؟ عبد الله مختلف بس السن يا دي السن يا كابتن. هو الكابتن هو الجيل القديم كله عنده مشكله في السن. انت عندكم مشكله كابتن. كابتن انت بطلت ليه يا كابتن؟ ايه؟ انت بطلت ليه؟ عشان زيت المدربين. على فكره انت نفس سن عبد الله. والله زيت المدربين هيجي بص الكابتن خالد اعتبره هو المدرب بتاعي. يجي يقول لك انت كبرت وبتلعب ويقعدك ليه اصلا؟ ليه انا اوصل نفسي المرحله اللي انا اتضايق؟ الجدع ده عاوز بودكاست بجد عاوز يتعمل معاه بودكاست. انا ليه بقول لك عارف ليه؟ كابتن يعقوب كابتن يعقوب انا بقول حقيقه. انا احمد فتحي اليوم مفاجئني. كابتن يعقوب عاوز بودكاست. طب اقول لك حاجه، انا بقول له احمد فتحي عارف بطل ليه؟ عشان محمد الشيبي. مين انا؟ كابتن انا طلعت قلت الشيبي انا اخر سنه هو يستحق احسن. هو كابتن عشان كده كابتن بص يا كابتن انت بقيت حد انا عارف قدرات نفسي وعارف اقول لك ايه. انا وانا متنافس معاه طول ما انا موجود كنت ممكن العب عادي، لكن اخر سنه هو لعب وكمل وانا بقيتش العب، فطبيعي اللي هو يفرق. ليه بقى؟ وهو عشان السن. لا عشان كابتن يا احمد انت كنت بتلعب انت كنت بتلعب على وحوش افريقيا يا احمد. كابتن هتسمعني ما تخليش وجهه نظرك دايما الصح. اسمعني عشان انا اللي بحس مش حضرتك. انت ما تيجي تبطل ولا تلعب ولا تكمل مش هاجي اقول لك انت بطلت ليه وكملت ليه وقعدت ليه. دي حريه شخصيه ليك وانت عارف قدرات نفسك. انا قدراتي ممكن العب العب والعب عادي لغايه دلوقتي ومش سن ماشي، بس انا جات لي فتره خلاص انا طبيعي عامه في الطبيعه بتاع يا كابتن شغف. انا لغايه شغف دلوقتي انا بلعب دلوقتي. خليه يكمل. لكن طبيعي ربنا خلقنا من ضعف ثم قوه ثم ضعف وشيبه، فطبيعي اللي انت بتبدا تقل. بس كان سيدور في زمان يقول لك اللعيب كل ما يكبر يلعب اكتر. صح يا كابتن مش قال الكلام ده؟ طبعا. ليه بقى؟ طب ما زيدان قال انا مش قادر العب مخي في كل حاجه، لكن زيدان كل واحد بقى ما هو ده اللي بقول لك. لوكا مودريتش عنده 41 سنه قال لك انا العب بدماغي، انا بلعب بدماغي اكتر من جسمي. وشيكابالا مودريتش مسوي شيكابالا جه الفتره خلاص احسن لعيب. شيكابالا معلش فكره هو شيكابالا لو بيلعب مستمر كان ممكن يكمل. بس مش بنفس المستوى يا كابتن. طول ما اللعيب بيكبر وما بيلعبش باستمراريه بتبقى صعبه عليه. لازم يقل. لكن طول ما انا صغير فكره السن دي عندنا موجوده في الوطن العربي بس عندنا مدربين. لكن مع احترامي عبد الله من احسن عبد الله ذكي جدا. انا لعبت مع عبد الله ده من سن صغير فانا حافظه. عبد الله لعيب ذكي جدا جدا، بيعرف يتحرك ازاي ويستلم ازاي وما يستلمش تحت ضغط وما يتدخلش نفسه في واحد ضد واحد. عبد الله ويوزع وعنده فيجن عاليه وعنده عبد الله مختلف. والدليل يا كابتن احمد ان الزمالك مجدد له سنتين. يعني عبد الله السنه دي مع الزمالك والسنه الجايه كمان لسه موجود. يعني لعيب السن مش هو المعيار. تعرف ان عبد الله السعيد على الرغم من 41 سنه بيتبني عليه افضل لعيب في مصر في التوقيت الحالي. 41 سنه بيتبني عليه. سبحان الله. وده نجاح عبد الله السعيد. انت يا كابتن عشت جزء كبير من حياتك في ايطاليا. بس ده ميزه في عبد الله ولا نقص من اللعيبه الجداد؟ في نهايه مشواره كان بياخد اقل عقد في اللعيبه بسبب سنه. لا انه وصل 40 سنه. مين اللي قال الكلام ده؟ والله لا كان عقده اقل من لعيبه بتلعب. والله يا كابتن انا بشوف فرانشيسكو. لا فرانشيسكو لا يعني فرانشيسكو توتي كان هو عنده 40 سنه بياخد اعلى عقد في روما. بياخد عقده تمام التمام. بس في اعلى منه يا كابتن. مين اللي كان اعلى منه في روما في التوقيت ده؟ لعيبه كتير جدا. محمد صلاح كان بيلعب في نفس التوقيت ما كانش اعلى منه. صلاح توتي لا تقرب منه ما تقربش منه، سيبه على جنب. كمان ايوه بس ليه انت كنت بتديله فلوس عشان هو توتي ولا بتديله فلوس عشان مستواه؟ لا هو عشان ليدر، عشان يعتبر كاريزما فرانشيسكو، عشان هو لعيب كبير. عشان كل ما بينزل بيعمل الفارق في ربع ساعه. عبد الله اللي بنتكلم عليه امام زمان نزل 45 دقيقه عمل كورتين للزمالك الوحيدين اللي راحوا صح. بدا واحده من ال 18 وصل بيها 18 والكره الثانيه عملها لشيكو بانزا للسيف الجزيري اللي عملها انفراد. يوريك ان عبد الله الوحيد في مصر اللي بيلعب بدي قبل دي. بالظبط. ده لعيب مختلف عن اي حد. عشان كده كواليتي عبد الله مكمل. تحس ان هو وسط المجموعه دي لا موضوع تاني خالص. كابتن خالد عايز اقول لك عبد الله احسن لاعب في الدوري عشان عنده 41 سنه، واللعيب في بعض اللعيبه والمواهب اللي طالعه انها مش على القدره الكبيره. لعيب اول واحد بيروح التمرين بيتمرن حافظ على نفسه جدا. كان فتحي كده على فكره حافظ على نفسه جدا في يوم الاجازه. تمام. بيسمع كلام مدربيه. على فكره كابتن احمد عبد الرؤوف اصغر منه بسنه. معلومه 39 سنه يعني كابتن خد بالك اصغر منه بسنه. وعمل اللي ما فيش ولا مدرب تاني في الزمالك في سنوات فاتت حصلت، انه يقعد عبد الله السعيد احتياطي في مباراه ما يبتديش. عبد الله بيبتدي كل مباراه الزمالك اساسي. محمود عاوز تقول ايه؟
لا انا مش عايز اتكلم على الزمالك، عايز اتكلم على الاهلي. بس انا لسه انا ساعه الا ربع بنتكلم على الزمالك، انا لسه ما كملتش والتحولات بتاعت الزمالك. انا لسه ما كملتش بس، وبعدين نروح للاستاذ محمود. في الكلام اللي قلناه ده كلته يبدو من كلام كابتن خالد وكابتن احمد تحديدا، لا طب ما كده الله يكون في عون احمد عبد الرؤوف. طب ما احنا قلنا كده. الله يكون في عونه فعلا، ده الكلام اللي بيتقال ده وكلام فني مظبوط. طب ما احنا قلنا كده. الراجل الله يكون في عونه ان في الوضعيه دي هيلاعب النادي الاهلي ان مباراه على بطوله ولا بطولتين زي ما انا قلت، بطوله خاصه والسوبر، وما عندوش اوراق، ما عندوش لعيبه تعمل تحولات، وعنده اصابات. فايه ده؟ استاذ ماهر، انا لو مكان عبد الرؤوف انا مش خسران حاجه. انا بحط نفسي دلوقتي كمدرب مكان عبد الرؤوف، انا ماسك نادي الزمالك مش خسران حاجه الا بس انت عقلاني يا كابتن احمد قوي. في ناس لا مش عقلاني كده. انا بقيت عقلاني، انا كنت زمان مش عقلاني بس دلوقتي لا بس يا كابتن احمد والله لا والله يعني انا كابتن يعقوب انا بقول لك الحقيقه، انا كنت زمان لا بس انا دلوقتي هديت خالص. لا 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 دلوقتي بقيت اوزن الامور مختلف تاني. لا كان بيجننا في الاسماعيليه. انا كنت بقيت اوزن الامور بس انا مكان عبد الرؤوف والله عارف اقول للعيبه ايه؟ ازاي يعني؟ اعملوا كل حاجه اتبسطوا. ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ كابتن احمد فتحي لو كان عبد الرؤوف هيضغط ويلعب احمد يا جماعه، احمد عبد الرؤوف عنده 39 سنه، كان لسه ماسك بلديه المحله وهي في المركز الاخير وما كسبش ولا ماتش. راح قعد في البيت شويه، جاله عرض انه كان حازم امام انه يجي، بعديها بيومين مسك النادي، كسب بيراميدز ووصل النهائي. احمد عبد الرؤوف هو بيفكر في نفسه برضه، في حلمه طبعا. في تدريب هو عمال يقول يا ده انا لو كسبت الاهلي وانا عندي كابتن خالد انت ما خدتش بالي وخدت السوبر كابتن خالد حطيت سي في انا تدريبيا هروح في حته ثانيه. كابتن خالد طبعا يفرق معاك كابتن خالد انا لو انت ملاحظ من كلامي مركز من كلامي انا قلت الضغط الوحيد اللي على عبد الرؤوف نفسه. صح مش قلت كام ده صح يا كابتن دلوقتي؟ اقول لك لا والله لا اقول انا قلت عبد الرؤوف المشكله الوحيده اللي عنده اللي هو بيحلم فهو ضاغط نفسه. هو لازم يطلع بره الضغط ده. محمود اتكلم على الاهلي بقى. طبعا انا شايف انه في ازمه في الاهلي تخص جراديشار. في ايه؟ ازمه ما تخص جراديشار. النهارده كان في اهتمام كمعلومات، يعني ننحاز لفكره المعلومه اكتر، انه كان في اهتمام من الجهاز الطبي في فحص جراديشار بشكل مختلف. هو عنده تقل ما عندوش شد، تمام؟ اتمرن تمرين النهارده كامل بس مدس جامد في التمرين. ده يخلي فكره التفكير في شريف، عشان كده يس ترب قعد مع شريف النهارده وقعد مع جراديشار. ده يخليك برضو يفكر. هو شريف جاهز؟ شريف جاهز مرة تمرين كامل، مرة برضو تمرين كامل. كابتن خالد بيوم قال على حته محمد علي بن رمضان وانه ممكن يلعب، تبقى مفاجاه طبعا، مروان ديانج بن رمضان قدامهم بيقفل بالثلاثه. يعني هو خالد ينفع يلعبوا الثلاثه؟ ديانج على اليمين وبن رمضان، مروان وبن رمضان الثلاثه يلعبوا؟ ديانج على اليمين، مروان على الدايره، بن رمضان اسمه في تونس بن رمضان على الشمال. على الشمال محمد علي بن رمضان يلعب ثلاثه، اثنين بوكس بس هو بس الراجل ده ما بيحبش يلعب ثلاثه يا كابتن. والله يعني ما لعبوش قبل كده صح؟ لعبوا بس بيغير على طول. بس انا وجهه نظري، انا قصدي وجهه نظري. لا لعبوا الثلاثه مع بعض في نفس الوقت. لعبوا على فكره من ضمن مشاكل كولر واللي خليته يمشي من النادي الاهلي انه بيلعب بثلاثه. كان هناك لما لعب صن داونز هناك 3 ديفندر قعدوا يقولوا له انت اشادوا بيه. لا بس في اختلاف. لما جه لعب في مصر لا كابتن راحوا قالوا له ازاي انت التشكيل اللي انت بتعمله ده كابتن هو في مصر كابتن خالد في اختلاف شويه. انا اسف يا محمود قطعتك، انا اللي في اختلاف شويه في ال4-3-3 بالنسبه لكولر. مارسيل كولر يكون بدوافع دفاعيه او بمهام دفاعيه، وال4-3-3 بالعناصر الموجوده في النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان 60-70% شكل هجومي نفس الموضوع ديانج، مروان دايره، وبالتالي تختلف ال4-3 من هنا لهنا. عشان كده فكر المدرب هل يلعب ب3 ولا هيلعب ب4-2-3-1. انا لو سالتني انا بحب زيزو يلعب تحت راس الحرب في القلب خالص. عشان كده يعقوب في الماتش اللي فات بتاع سيراميكا الراجل اصر ان هو يبدل كذا مره، يعني بن شرقي دخل جوه وزيزو طلع للطرف وهكذا، وتريزيجيه غير مع زيزو اكتر من مره، ودي كان اصرار منه. على فكره هو واقف على الخط عمل الكلام ده بمنتهى الدقه. وبمناسبه الجانب الدفاعي اللي الكابتن احمد فتحي اتكلم عليه، كابتن خالد الغندور كان بيقول الاجنحه ما بتدافعش، اللي يركز مع التفاصيل يستر على الخط. وانا كنت متابع يستر اكتر ما كنت متابع الماتش بالمناسبه. يعني قاعد وراه بالصدفه زاويه كده مايله. ايه بيقول لهم ارجع. لا بمنتهى الدقه، مفيش ولا جناح ما رجعش تحت الكوره الا بمنتهى الدقه في الماتش سيراميكا. عشان كده نص الساعه الاولى كانت نص ساعه مختلفه تماما في كل التفاصيل. انا اتصور
انها نص ساعه هي الافضل على الاطلاق في اخر 3-4 سنين، لان اتعمل فيها كل حاجه في الكوره. بعديها على فكره، عارف هو النص ساعه بعديها هو دخل الجون في الاهلي ليه؟ عشان هم حسوا ان الماتش بتاعهم قوي. خلاص خد الماتش وسيطر سيطره كامله. بس في نقطه كمان عيب، ده عيب. ما هو يا كابتن، ما هو عيب، عشان كده ده اللي حصل. لكن طول ما انت حاطط اللي قدامك ده خطر دايما، هتفضل طول الوقت انت مركز. طب بس هنا السؤال، سيراميكا انت مذيع ولا تصدر محلل الدوري؟ معانا؟ لا هنا السؤال بجد، لا اصل احنا بنتكلم على، عشان اتكلمنا على الاهلي وان هو اول نص ساعه. سيراميكا متصدر الدوري. سيراميكا عنده تحولات، سيراميكا عنده لعيبه جامده، عنده في سرعات، انت عارف ليه يا عنده كابتن؟ كل حاجه. كان غايب. انت عارف ليه يا كابتن؟ فرقه ثانيه غير اللي موجوده في الدوري. عارف ليه يا كابتن مش خالد؟ موجود، عارف فرقه ضعيفه. انا جاوبه يا استاذ يعقوب، انا جاوبه ومعانا نجوم معلش يا كوره. محمود، ممكن سؤال بس قبل ما تجاوبه؟ آه. معلش كده، اتفرجت على كل ماتشات سيراميكا طبعا كلها؟ لا مش كلها طبعا، بس اتفرجت على ماتشات كتير ليها يعني. اتفرجت يعني حتى الماتش الاخير ده يعني كسبوه بالعافيه ده. هم طول الماتشات هم كويسين؟ لا في ماتشات ما كانوش كويسين، بدليل الماتش الاخير كسبوا 90 دقيقه ضربه جزاء ومن يعني اصلا ماتشات الماتش ممكن بتاعي 50 يعني. لا ولكن في نقطه يا استاذ يعقوب، أنا في اتفرجت نقطه على كل في نقطه ماتش. فنيه. محمود ترى ممكن خالد الغندوري بيوصل لحاجه يعني لا والله. يلمح، لا. يقول لك ممكن السيراميكا سابوا الماتش للاهلي مثلا. لا الدرجة دي لا. عادي. لا في نقطه، لا بس هو علي ماهر مش موفق على فكره. في نقطه اتمنى ان اناقش فيها الاستاذ خالد بيومي، اللي هي السبب التفسير لكلام الكابتن خالد الغندور. ليه سيراميكا ما عملش التحولات؟ اولا الكره الثانيه، انت عارف الكره الثانيه بتاعت لا الاهلي بس مروان باستمرار كانت للاهلي. مروان في كل الكرة التحولات مروان مش عثمان كان طبيعي. كويس. مروان عثمان لا ده احسن واحد فيهم عشان كده راح. لعيب عنده لا هو سبرنت لعيب كويس عنده سرعات كويسه طبعاً، جدا جدا طبعاً. ولعيبه. وبعدين سيراميكا ممكن يلعب بضغط عالي لانه عنده لعيبه الكوره كويسين جدا في نص الملعب، اذا كان السوليه واحد من بالحاجه، الاثنين عندهم قدرات فخر ممتازه لقاي وفخر لقاي، وممكن يلعب على أوكي. التحولات دي. لا عاوزه دي عاوزه الاثنين يعملوا مع علي ماهر. انما في النهايه ال 30 دقيقه الاولى اللي نتكلم عليهم محمود بالنسبه للنادي الاهلي، اولا ضغط اكثر من رائع بكل عناصر الفرقه، ده الجزء الثاني اللعب على الحركه بدون كوره، اذا كان تريزيجيه او اشرف بن شرقي او زيزو وكمان جراديشار في ال 30 دقيقه الاولى مش عارفين مين مركز مين، وده من الامور الجيده اللي خلت وفيش تفاصيل بالكوره كمان. وده اللي خلى في ربكه كبيره جدا. الزياده اللي كان بيعملها اليو ديانج مزوده شكل النادي الاهلي تماما في الشكل الهجومي. 30 دقيقه من الربكه لعلي ماهر بسبب بعض الامور الناجحه للنادي الاهلي، ولكن ما يعود بالنادي الاهلي هي نهايه الهجمه، بتوصل كتير وبتفنش سيء.